باقي واحد، اصبر بس، باقي واحد. طرقعه الصوابع يا جماعه، هو الموضوع ده صح ولا غلط؟ وفي ناس دايما لما نيجي نطرقع صوابعنا بيمنعونا، انا ما اعرفش ليه بصراحه، مع انه بيريح. يعني ايه طرقعه الصوابع؟ المفاصل الصغيره اللي في الصوابع او في اي حته في جسمنا بيبقى عباره عن عظم بينه سائل اسمه سائل زلالي. السائل الزلالي ده بيخرج منه غالبا لما بنطرقع بشكل مفاجئ، بيخرج منه يعني فقاعه غاز، ولما بتنفجر بشكل مفاجئ مع الحركه السريعه بيحصل صوت طقه. ده الصوت اللي احنا بنسمعه، يبقى الصوت ده مش طرقعه عظام، مش كسر، مش حاجه اتحركت من مكانها، ده صوت فقاعه الغاز اللي انفجرت. عموما يعني الصوت ده بيريح ناس، وساعات ناس كتيره قوي ما بتحسش براحه غير لما تحس ان هي طرقعتهم كلهم، وعملت كده احساس بالارتياح، وكأن احساس الضيق اللي عنده اختفى. ليه احيانا بنحس بالراحه دي بقى؟ لان احيانا مع الطرقعه دي بتفك شد بسيط كده في عضله، او يعني بتريح مفصل شويه، وعشان كده ارتبط احساس الراحه بالطرقعه. بس في المطلق ما ينفعش اقعد اكمل كده على طول، لان ده هيعمل لي مشاكل بعيده، على اللونج ران هيحصل مشاكل. يعني لو طرقعت الصوابع في اوقات متباعده ده عادي، مش هيحصل مشاكل، اكيد اوكي. انما تتحول بقى لعاده او لازمه، وان انت في اليوم بتعملها كل شويه عمال تطرقع تطرقع وبقت لازمه من لازماتك، ساعتها بس هتحصل مشكله. اجهاد في الاربطه، شد في الاوتار، احمرار وتورم في الصوابع، وهيتطور لضعف في عضلات الايدين، وساعتها مش هتقدر تمسك بايديك حاجه. طب امتى احس ان دي مشكله وان دي حاجه مش طبيعيه؟ لما يحصل تورم، اوجاع، التهابات، مش قادر استعمل صوابع ايديا، يبقى ساعتها لازم هلجأ لدكتور. ملخص الموضوع بقى ان طرقعه الصوابع في اوقات متباعده مش قضيه، انما لما يبقى لازمه واقعد اعملها كل شويه ساعتها هتحصل مشكله. دكتور محمد حسنين، استشاري العلاج الطبيعي والتغذيه العلاجيه.